ساكن في ايجار قديم وخايف من القانون الجديد، تعال اقول لك ايه الموضوع بالظبط. خش عليه. الناس كلها قلبة الدنيا بسبب قانون الايجار القديم. عايزك بقى تركز معايا عشان تعرف لو انت ساكن في ايجار قديم هتعمل ايه بالظبط. يلا بينا. في يوم 2 وبالتحديد يوم 4 اغسطس سنة 2025 صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 اللي بينظم بعض الاحكام المتعلقة بالايجار القديم، وبالتحديد المادة 3 و4 و6 من نفس القانون اللي بينصوا على ان هيتم انتهاء العمل بعقد الايجار القديم بعد 7 سنين من تاريخ صدور القانون. يا خرا شنو هذا؟ وفي ال7 سنين دول ايه هيحصل تاني؟ محافظ كل محافظة قدامه 3 شهور يشكل لجنة حصر لحصر كل المناطق السكنية اللي فيها ايجار قديم. طب وبعدين اللجنة هتقسم المناطق ل3 فئات، فئة متميزة ودي هنضرب الايجار بتاعها في 20 ضعف الايجار اللي كان بيدفعه المستأجر بحد ادنى 1000 جنيه في الشهر، وفئة متوسطة ودي هنضرب الايجار بتاعها في 10 اضعاف الايجار اللي كان بيدفعه المستأجر بحد ادنى 400 جنيه في الشهر، وفئة اقتصادية دي برضه هنضرب الايجار بتاعها في 10 اضعاف ولكن بحد ادنى 250 جنيه في الشهر. طيب ومن دلوقتي لغايه ما اللجنه تخلص حصر هنعمل ايه؟ هتدفع 250 جنيه كايجار مؤقت في الشهر ايا كان ايجارك الشهري، وبعد التصفيه وتحديد الايجار وفقا للفئات سواء متميز او متوسط او اقتصادي هيتم تطبيق زياده سنويه قدرها 15% سنويا. حبيبي. طب وبعد ال7 سنين هترمي في الشارع يعني؟ طبعا لا، لان هتطلع لك الماده رقم 7 من نفس القانون اللي بتديك اولويه في استلام وحده سكنيه من وحدات الدوله المتاحه حاليا، بس بشرطين: انك هتقدم طلب ومعاه اقرار بانك هتسلم الوحده المؤجره بمجرد استلامك الوحده المخصصه من الدوله. لا يا راجل. طب والشرط التاني ان الطلب ده يكون خلال ال7 سنين اللي القانون ناصص عليهم. وفي اخر الحلقه اتمنى اكون غطيت اهم النقط في قانون الايجار القديم، ولو حد عنده اي اسئله انا مستنيك في الكومنتات، وما تنساش تقول لي جاي في ايه.